صباح الخير، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هعمل النهارده فطيره باللحمه، مش بيتزا، فطيره باللحمه. انا عملت اقل من نص كيلو دقيق، عجنتهم كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. ميه وملح، مفيش اكتر من كده، ما بتحطش على الفطير خميره. ميه وملح، وسبتها لغايه ما لونها فتح معايا كده. بتاخد في العجن يعني اكتر من ربع ساعه عجن على طول، لان الفطير بيحب العجن الكتير عشان العرق يمط معانا واحنا بنفرد الفطير. انا عجنته كويس جدا بالطريقه دي، وركناه دلوقتي وبغطيه. يعني هو بقاله 10 دقايق معجون، بسيب العجينه ترتاح شويه ان شاء الله على ما نحضر اللحمه معايا. انا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت عليها ملح وفلفل وبهارات اللحمه، وحطيت عليها معلقتين كبار من الجبنه الموتزاريلا. انا هعجن كويس كده، ادخل الجبنه الموتزاريلا في اللحمه، بتديها طعم جميل قوي. جربوها وعلى ضمانتي. انا مقلله الكميه ليه؟ مش عادتي بعمل كميات قليله، لان مفيش الا فردين بس اللي موجودين في البيت، فطبعا مش هعمل الحاجه وارميها، الحاجه غاليه، هعمل على قد اللي بياكل بس. انا كده عجنت اللحمه مع الجبنه الموتزاريلا، بس انا كنت عاجنه اللحمه الواحده بالبهار وبالفلفل بتاعها وفلفل اللحمه والملح، وعطيها عجنه كويسه خالص. وبس انا بقى بدي عجنه بسيطه عشان ابقى ادمج معاها الجبنه الموتزاريلا. انا هنجيب المكنه ونشتغل مع بعض خطوه بخطوه، وان شاء الله هضيف معلقه سمنه بلدي بس وانا بفرد العجين، مانيش عايزه زيوت. وباذن الله تعالى نشوف مع بعض خطوه بخطوه. انا كده خلاص عملتهم، قرصت العجينه زي ما انتم شايفين كده، حطيتهم على الصينيه، وهغطهم تاني بالفوطه واركنهم على جنب، وامسح الحته كده حواليا، وان شاء الله نسمي الله ونبتدي. فطيره ال8 دقايق ان شاء الله كده. وهشد على المكنه انا ربطتها اهو، وظبطت كل حاجه، والصينيه هناك اهي، خلصت كل حاجه اهو. وعشان بصور بايدي فانا هوريكم كده. انا خلاص اهو، انا كده بشد على المكنه وبرق على نفسه وبحط في الصينيه اهو. ما بحاولش املي الفراغات كلها، لان انا عامله نص كيلو دقيق بس. معايا المكنه اهي، انا بشد عليها، وزي ما انتم شايفين كده بعمل رقه، احط عليها نقطه صغيره سمنه بلدي وحته لحمه، وهكذا بنكمل بهذه الطريقه ان شاء الله. هنمشي مع بعض خطوه خطوه واوريكم. معلش انا حطيت رقه من غير ما اوريكم. انا حطيت لحمه وزيتون وجبنه موتزاريلا، ورجعت حطيت رقه جديده اهي، زي ما احنا شايفين. وان شاء الله الناحيه التانيه دي هحط عليها كمان رقه، وهكرر نفس الموضوع تاني. رقه عجينه اللي هو فطيره ببقى برقها على المكنه زي ما انتم شايفينها، بتبقى بالرقيه دي كده. شايفين ما شاء الله العجينه واخده ومديه معايا ازاي. وهنكمل مع بعض خطوه خطوه واوريكم. يعني كده يا حبايبي خلصت معاكم الفطيره، كذا دور وكذا رقه بالوضع اللي احنا شايفينه ده. كل رقه بشدها لازم يعني ارق الفطيره قوي، او ارق الحته اللي انا بشدها قوي، علشان الفطير لازم يبقى رقيق. طيب هي بتمط معايا بالطريقه دي، لا في قطع ولا في تكتل ولا في اي حاجه فيها، والواحده جايبه ما شاء الله الدايره كامله ما فيش فيها اي قطع بسبب العجن. تعجنيها كويس قوي، واما تعجنيها كويس قوي هتديك النتيجه اللي انت عايزاها. انا حطيت عليها اللحمه وشويه جبنه موتزاريلا من فوق، ورشيت عليها شويه معلقه سمنه بلدي علشان تحمر الوش. انا هدخلها على درجه حراره 180 رف اوسط لغايه ما تاخد لون، وان شاء الله هوريكم شكلها في النهايه عامله ازاي. نقطعها مع بعض، وباذن الله هوريكم خطوه وخطوه وتركه ترك. ده شكلها النهائي، ما بتاخدش اكتر يعني يوم ما تغيب معاكي قوي بخبزها بعجينها بفردها بكله 8 دقايق. ان شاء الله نكمل مع بعض الفيديو. خلاص يا حبايبي انا طلعتها من الفرن كده زي ما احنا شايفينها كده، والله الريحه قلب الدنيا.
فطيرة بلحمة ولا أروع من ده. أنا هسيب الصينية تبرد بس شوية كده، وأحاول أصور لكم، أقطع لكم قطعة منها كده علشان أوريكم قلبها عامل إزاي ويستوي إزاي. هي بالظبط خدت تلت ساعة في النار. شايفين الجمال؟ والله الكاميرا بتاع التليفون ما هعطيلها حقها. شايفين الجمال والروعة؟ شايفين؟ والريحة بقى ما اقولكوش على الريحة. انا هحاول كده اقطع لكم خرطة واوريها لكم. بما ان انا مش عارفة امسكها من النار، انا هوريكم بس قلبها. شايفين؟ اللحمة استوت، والزيتون، او ماي جاد، والزيتون والطماطمايه اللي انا حطيتها. شايفين السمك بتاعها؟ شوف السمك بتاعها عامل ازاي، لا هي تخينه ولا هي رقيقه. ما شاء الله انا مقطعاها مكعبات كده. شايفين شكلها في النهايه عامل ازاي؟ دي ما شاء الله تبارك الرحمن. دي شكلها النهائي يا جماعه، والطعم والريحه ما اقولكوش. ما شاء الله. شايفين الفطيره؟ انا كده مقطعاها، يعني دي خطوط انا كده مقطعاها عما تبرد بس. اي استفسارات ولا اي حاجه، اللي محتاج اي حاجه يكلمني ويقول عاوز يستفسر عن ايه. انا كده قطعتها كلها اهي. ده كان الشكل النهائي ليها. اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.